السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا اللي ما اشتركش في القناة يا ريت ينورني ويشترك في القناة ويدوس على الإشعارات على الكل. وبالله عليكم حطوا لنا لايك علشان الفيديو يترفع ويتشاف على أكبر نطاق. واللي نفسه يشارك الفيديو، أنا مش بجبركم، اللي نفسه يشارك الفيديو مع أصحابه وحبايبه يكون جزاه الله كل خير. نسمي بسم الله كده وندخل على الفيديو. أول حاجة كده حطوا لنا اللايك. أنا النهاردة هعمل كده بط، بس بعمله بطريقتي الخاصة. لو جربتوا ان انتوا تعملوا البط بالطريقة بتاعتي دي أكد لكم ان هتعجبكم جدا جدا، وهتاخدي طعم للبط حلو جدا. وكمان مش هتلاقي فيه زفرة خالص، وهتاخدي احلى نتيجة. بصوا المحلول النجع بتاع البط بعد ما انضفها كويس وبشيل كل الريش الصغير والكبير وكله، بفركها برده وبشطفها كويس كذا مرة تحت مية جارية كده بتاعت الحنفية. وبعد كده بعمل لها الطشة اللي انتوا شايفينها دي. الطشة اللي انتوا شايفينها دي عبارة عن ايه؟ الأول شوحت بصلاية صغيرة بتوم، بصل بتوم شوحته على النار، وبعد كده حطيت عليهم حوالي طماطميتين كده مبشورين أو طماطميتين مضروبين على الخلاط. بعد كده تتسبك كويس واحط البط وافضل اقلب فيه. طبعا بعد ما حطيته في محلول النجع اللي هو بليمون وجنزبيل ودقيق وملح وسكر، بسيبه شوية حلوين كده لغاية ما ينزل كل الزفرة وكل الحاجة اللي فيه. وبعد كده بشطفه وبحطه بعد كده في الطبيخ بتاعي. بيديكي احلى نتيجة للبط وطعم وريحة. ريحة البط بتجيبلك اخر الشارع. النهاردة هعمل على البط شوربة، هعمل منها ملوخية، وهعمل كمان كوسة. هتشوفوا كوسة وصينية بطاطس. يعني استغلي لما يكون معاكي فرخاية حلوة بطاية حلوة، يعني استغل الظروف اللي احنا فيها دي والغلاء ده. آه واعملي كده يعني من فرخاية او بطاية كده كذا صنف يكفوك يوم او اتنين. مني هتوفري ومنه كمان هتستغلي ان انتي بتعملي اكلة حلوة كده. ممكن تشيليها كمان في الفريزر في وقت تكوني مش فاضية فيه او تعبانة او في حاجة معاكي، تطلعي الاكلة تسخنيها وتبقى كده تمام. بصوا حطيت معلقة من السمن وفضلت اقلب في البصلة لحد ما دابت معايا خالص. وبصوا البطة في الطشة اللي انا عاملاها الحلوة الجميلة دي اللي بتاخدي منها احلى شوربة. خليت البطة كده شبه استوت 3/4 سوا. آه وشربت من الطشة اللي انا عاملاها، وخدت كمان لون حلو. البط ده تربية بيتي فحلو جدا وطعمه بيبقى مسكر وحلو. بصوا كده انا زودتها بعد ما خلاص قلبت فيها كده لغايه ما خدت 3/4 سوا في الطشه بتاعتي اللي هي بتوم وبصل وبعد كده بطماطم، لغايه ما استوت. عملت البصله وخلاص البصله اتكرملت معايا. كل شويه بزودها زي كده شويه ميه لغايه ما البصله تدوب، وفي الاخر لما تدوب خالص البصله بحط لها الطماطم المعصوره. بصوا الشوربه بتاعتنا رايقه وحلوه وجميله وريحتها مفحفحه. يعني ريحتها جايبة من آخر الشارع. ولادي طالعين من على السلم شموا الريحة كده، يعني عجبتهم جدا وقالوا أكيد يا ماما عاملة لنا انتي أكلة حلوة النهاردة. طبعا هنا سبكت الدمعة بتاعتي أو التجلية أو التسبيكة بتاعتنا الحلوة دي. اعمليها برضو بطريقتي، مش تشوحي البصل أو تحرجيه وبعدين تحطي الطماطم ميبقاش ليه طعم، لأ. ولا تحطي البصلة كده نية برضو ما يكونش لها طعم، لأ. حاولي ان انتي لما تقلبي كده البصلة تحطي لها شوية مية من حين للتاني لحد ما تدوب معاكي البصلة خالص، هتديكي النتيجة حلوة جدا. زي ما قلت لكم هعمل صينية بطاطس زي ما شايفين كده، صينية حلوة. وباقي التسبيكة حطيت عليها كوسة. كده عملنا أكلتين. أنا صينية البطاطس دي هشيلها لتاني يوم. وعندنا شوية شوربة حلوين جدا أهو. البط خلاص دخل على سوا. هعمل من الشوربة بتاعته ملوخية، وهعمل شوربة لسان عصفور، وهعمل مكرونة. هتقولوا لي ليه التبذير والأكل ده كله؟ الأكل ده متقسم على يومين، يومين وزيادة كمان. لو فضل تالت يوم هناكل منه. يعني مثلا أول يوم هناكل كوسة وملوخية، وتاني يوم هناكل ومثلا معاها مكرونة أو معاها لسان العصفور. تاني يوم مثلا أنا عارفة نفسي مش هكون فاضية في اليوم ده أو هخبز أو أعمل حاجة، هطلع الأكل يدوبك من التلاجة أو الفريزر أسخنه يبقى كده أكل اليوم اللي بعده موجود معايا. وكده استغلت إن أنا عاملة بط وفيها شوربة حلوة. بص الشوربة رايقة وحلوة وفاتحة وجميلة والله، وريحتها خطيرة. بصوا طلعت لنا كمية شوربة. بقيت الشوربة دي هعمل فيها
اسيبها تبرد واخدها اكيسها او احطها في علب تلاجة واحطها في الفريزر. هتنفعني جدا جدا في رمضان. طبعا رمضان يعني يوميا شوربة خضار او شوربة لسان عصفور. فهنعمل ايه؟ هناخد من الشوربة دي ونكون ايه محمرين لسان العصفور او المكرونة زي كده، ونزود من الشوربة او ناخد من الشوربة ونعمل اكل تاني. ممكن من الشوربة تعملي منها تسبكي كده دمعة أو تسبيكة اللي هي بالصلصة دي، وتعملي منها إيه طبيخ جديد خالص حتى لو من غير لحوم. مثلا فرخة عايزة تشويها أو حاجة ومش حابة يعني ما معكيش شوربة، تطلعي من الشوربة دي وتستخدميها. أنا بعمل كده من زمان خالص. أو الشوربة دي ممكن آه، يعني أسوي بيها المحشي، بتبقى خطيرة بالذات شوربة البط. حمرت كده لسان العصفور وحمرت على العين التانية كده المكرونة، ايدي في دي وايدي في دي. تمام. وبعد كده بزودهم من الشوربة وبزود بقية المكرونة او لسان العصفور مية عادية خالص. فهنا بصوا احنا عملنا كام أكلة، أكل يومين أو 3 أيام. كده احنا وفرنا وقفة بالمرة في المطبخ، يعني وفرنا مجهود ووفرنا وقت ووفرنا كمان فلوس، لأن الشوربة دي ما شاء الله تقعد معانا كام يوم كده حلوين جدا. يعني هتقعد معانا كمان في الفريزر قصدي، والأكل اللي عملناه هيقعد معانا كام يوم. فكده وفرنا في وقت ومجهود ومصاريف. طبعا كل يوم محتاج أكل، كل يوم محتاج مصاريف، والحاجة دلوقتي أصبحت غالية جدا. فلازم نفكر في تفكير كده إن احنا ندبر ونوفر ونعمل أكل اقتصادي. أو لو عندنا بطاية، عندنا فرخاية، عندنا نص كيلو لحمة، كيلو لحمة، نعمل عليه كذا صنف وهيبقى فايدة لينا ولولادنا. تمام. خلصت لسان العصفور، المكرونة خلاص اهو بتتشرب. وكمان انا زودتها اهو، بصوا مكعب المرق اهو باين. زودت المكرونة مكعب مرق. اما تحمريها كده وتحطي لها مغرفتين شوربة وتحطي لها كده مهرجاية بتبقى طعمها خطير. وعملت هنا الكوسة وهعمل ملوخية، بس ما ظهرتش معايا في الفيديو لان في حتة من الفيديو كده اتحذفت. فيعني الاكل ما شاء الله. فاضل معايا البطة بحمرها، وبعد كده هقدم الأكل وهتشوفوا النتيجة النهائية روعة كده وتفتح النفس. تمام. أكل كده من البيت، ووفرنا ودبرنا وعملنا أكل كام يوم. أنا رصيته لكم على الصينية كده، بس أنا هشيل صينية البطاطس وهشيل جزء من الملوخية، هشيلهم في الفريزر اليوم تاني أو في التلاجة اليوم تاني. يخلص الأكل ده أطلع التاني. فحتى لو من غير لحوم فيبقى أكل حلو جدا معمول من ورا بط أو من ورا فراخ. حاولي تعملي الأفكار الاقتصادية دي عشان تمشي حالك وتمشي دنيتك ويبقى معاكي أكل. لو وقفتي وقفتين في المطبخ طول الأسبوع أكد لك إن انتي مش هتوقفي كل يوم تحضري أكل، يدوك على التسخين وبس. وغير كده هيكون أوفر ليكي. انت بالمرة سبكتي بكيلو ونص مثلا طماطم، عملتي كذا أكلة وشلتيهم. غير ان كل يوم هتشتري على الأقل كيلو طماطم، على الأقل مثلا آم، في اليوم هتشتري مثلا كيلو أو نص كيلو بصل. فانت كده وفرتي جامد جدا. الشوربة زي ما قلت لكم هنشيلها في الفريزر.